صاحب المراية المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، انت اكيد في حلها. منورنا. ده نورك وربنا يخليك، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. بطاقتك هتحطها على الترابيزه وهتاخد بطاقه حلها. البطاقه الثانيه حلها. عبد الباسط حمودة، حلال المشاكل. وسع هنا يا اسطى، كلمني على المحمول، الخلافات الزوجية. الميكروباص في حياتك عامل ايه؟ تمام. انت بتحبها؟ بالظبط. وكل اهل الميكروباصات بيغنوا عبد الباسط حمودة. بالظبط. خلاص؟ زعيم يعني. يعني انت ممكن تفتح شركة عربيات ميكروباصات يمشي وراك تمام من بقك لباب السما. طيب ركز معايا بقى. مركزين. انت بتحبها وهم بيحبوك. احنا بقى الشعب مجنننا الميكروباصات. يا ويل من مشي ورا ميكروباص، ويا ويل من دخل شارع الهرم مثلا ولا منطقة الجيزة ولا رمسيس ولا شبرا وشاف الميكروباصات. عبد الباسط حمودة بيغني، السواق مش مركز، اللي بيقف في اي حته، يطلع في مطلع الكوبري، ما بيسمعش كلام حد، اذا كان راجل كبير او صغير، وازعاج وكتابه على البتاع وغنى، صوره فظيعه. شايفها؟ حلها. طبعا. الحل انه يبقى ملتزم. يعني الحل انه يبقى ملتزم. هو منه لنفسه؟ لا، مش يبقى هيحصل. ملتزم. لا ازاي؟ لا اديني حل. انت بقى صاحب الميكروباصات دي، وانت بقى السواقين دول، يعني يا تحرمهم من عبد الباسط حمودة، تحط لهم بقى اي حد تاني. يعني اقول لهم بطلوا شغل. ما يغنوش بقى، ما انت تعاقبهم، ما هم بيقعدوا يسمعوك وينسوا الشارع ويقفوا في اول الكوبري. دول ولاد البلد. طيب دول ولاد البلد اللي هتعمل لهم ايه؟ هتنظمهم ازاي؟ يعني انا مثلا ممكن اقول له اما تقابل مثلا راكب تقف في مكان واسع او تحضن على جنب، او مثلا ما تزعقش، ما تعملش مشاكل عشان تاكل لقمه عيشك وانت فاهم الشغله. لو تقفش في نص الطريق، لا، لو انت شمال خليك شمال، لو انت يمين خليك يمين. وطول النهار السواق يشتغل يتخانق مع الركاب والركاب يتخانقوا مع السواق. هتحل الصوره دي ازاي؟ بالعقل. العقل طول ما ربنا مدينا عقل نمشي بيه هنفكر. ما هو العقل ده ساعات ما بيسمعوش الكلام. لا، السواق يبقى هدوء ويبقى فاهم. هدوء؟ انت بتحسسني انه راكب طياره. هدوء ايه في الميكروباص؟ لا، يعني السواق يبقى في هدوء. اصل في سواق بيتخانق. يعني مثلا تيجي تكلميه يقول لك في ايه يا عم؟ ما تحاسب، ما تستنى يا عم، ايه يا عم يا الدنيا هتطير، ما ينفعش. فلازم يبقى هو يعني يبقى فاهم شغلته وفاهم يتعامل ازاي وفاهم الزبون يركب ازاي ويقدر الزبون ازاي. طب يمكن اقول لك حاجه، يمكن ما بيبقوش سامعين مش لا سامعين الكلاكسات ولا المرور، ولا بيسمعوا لاشاره المرور ولا قائد المرور ولا لاي حد، لانه بيبقوا حاطين شرايطك بصوت عالي واخداهم في دنيا تانية. شرايطي وشرايط غيري بقى، وعمال بيرقص. ملك الميكروباصات. وعمال بقى يرقص ويغني وماشي ومتكيف. طب ما تقول لي اغنيه كده يمكن يهديهم ربنا بيها، حلها بالغنى. يمكن الغنى بقى هو مبسوط اهو السواق ومية مية، حلها بالغنى. يعني مثلا ممكن اقول له مشي حالك مشي في اي سكه تروح، كل شراء يمشي لو تدفع اللحلوح، تلا المخبي يبان في الزحمه تلا مكان، تلا المخبي يبان
في الزحمة تلاقي مكان، إن شاء الله يا عم إن شاء الله تروح مطرح ما تروح، بس ادفع اللحلوح. الله. خلينا في اللحلوح ده اللي مجنن حتى العيال الصغيرة. انت عارف انه دلوقتي العيال الصغيرة بتسوق ولا رخصة والاهالي تسيبهم؟ اهو ده بقى العيب. شفت انت ده؟ ده العيب، شفته؟ طب حله. اي حاجة هتقولها لي هقول لك حلها. والعيل لو عمل حادثة تبص تلاقي صاحب العربية جه خرج الواد وركب هو. عشان العربية ما تتسحبش. وده غلط. ما معوش رخصة وسايق. طب ازاي؟ حلها ايه؟ نعمل ايه؟ حلها صاحب العربية اللي يركبها. ده حلها. تقول له ايه في حلها؟ يعني قول له كده، كلمه في الكاميرا اكلمه اقول له انت ما تركبش عيال، انت تركب عربيتك بايدك عشان انت فاهم الدنيا فيها ايه. ولو عملت حادثه يبقى انت المسؤول، لو عملت كذا يبقى انت المسؤول. لكن العيل ما يعرفش حاجه. العيل عايز يجري ويفرح ويسوق ويعمل غرز وده غلط. بتشوف الناس وهي بتسوق بالمحمول عامله ازاي؟ لا غلط. صعب. ما بتشوفش الصوره صعب. دي؟ لا صعب. حلها ايه؟ صعب. يعني النهارده بقى فيه يحط السماعات ويتكلم وهو سايق. لو في مشكله ولا في حاجه يتبرجل، يبقى هيعمل حادثه. يبقى هو لازم يكون حريص على نفسه، ما ينفعش. بتسوق ولا عندك سواق؟ لا عندي سواق. بيحط المحمول؟ لا. ما بيردش عليك؟ لا انا. اسمه ايه السواق بتاعك؟ ناصر. ناصر ممكن يعمل حادثه. لا وهو راكب ما بيستعملش المحمول. ممنوع. لا ممنوع. انا ضايق جدا في الحكايه دي، واخاف جدا واخاف اجري. ملتزم يعني؟ اخاف جدا، اخاف اجري. انت عارف الناس بترغي بفلوس قد ايه في المحمول؟ بملايين. يعني بدل ما يرغوا في التليفون ما يشتروا شرايطك مثلا. بملايين اكسب. عارف كام؟ قول لي كده رقم. مش عارف كام. 2 مليار. 2 مليار ولا. تخيل بقى لو بدل المحمول بال2 مليار دول يشتروا شرايط عبد الباسط حموده. لو حصل تغني لهم ايه؟ لو الناس اقتنعت وقرروا ان هم ما يعملوش ده اقول لهم بقى بعد كل اللي انا بديه. معلش 20 مليار. انت عارف الصيام برضو بياخد الدماغ. اقول لهم بقى بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش ميرسي. طب غنى بقى. اقول لهم بقى بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش ميرسي. بقى بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش ميرسي. صبرت كتير وفاض بيا من اللي بيتعمل فيا. صبرت كتير وفاض بيا من اللي بيتعمل فيا. رضيت الكل لكن جيت على نفسي ولا فرحتش على مرة من نفسي. محدش شاف عذاب قدي ويجري العمر ويعدي. خلاص ما بقاش في شيء قدي. كل الناس بقت شمعي محدش يوم مسح دمعي. كل الناس بقت شمعي محدش يوم مسح دمعي. وانا مخلص وده طبعي ورغم جراحي واللي انا فيه وبعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش شكرا مفيش ميرسي. جميل جميل. انا عارفه ان عندك كذا خط موبايل صح؟ لا خط واحد بس. الرن عليه ايه؟ اغنيتي. انهي واحده فيهم؟ نفسي يا عالم. نفسي يا عالم. هتقول لنا هتغني لنا حته منها مش كده؟ نفسي يا عالم اصرخ وابكي. نفسي يا عالم افضفض واشكي. فضفض ما انت جاي لكن دمع مش مطوعني. ما بحبش في كلامي اشتكي من ايامي ولا تاجر بالامي وبصون عزه نفسي بنفسي. الناس دلوقتي ما بتتجوزش. اقول لك ازاي؟ الناس بقت دايما في خلافات. يتكلموا عن الطلاق قبل ما يعملوا كتب الكتاب، ويتكلموا عن المشاكل قبل الفرح، ويتخانقوا في الفرح. شايف الخلافات دي ازاي؟ ما انا هقول لك المثل البلدي بتاعنا بيقول الراجل والست زي القبر وافعاله. انا زي ايه؟ القبر وافعاله. القبر يعني دي جامله قوي ما تقول حاجه يعني كده. انا ممكن مثلا
في باب بيتقفل عليا انا وزوجتي، بنحل مشاكلنا بالهدوء وبالعقل. لو دخل فيه تالت باظت، فلازم ما يخشش تالت. بس ساعات في رجاله مفتريه زي ما في ستات مفتريه. لا 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 لا، في راجل ممكن تلاقيه يعني مثلا ايه مخنوق من اللي هو فيه، او واحده ضحكه عليه او. يا عم عبد الباسط والستات مش مخنوقين؟ لا برضه في ست، يعني ست بتبقى مخنوقه برضه، ان جوزها بيسهر بره، ان جوزها مثلا مش مراعيها، ان جوزها مثلا بيجي ساعه النوم ينام، يقوم يلبس يقوم يخرج. فالست برضه لها، الست برضه لها التزام. طب بص، في صوره كده زوج طول النهار بره، لما بيبقى عنده وقت بره الست قاعده بالعيال وبتشتغل ومهمومه، والزوج ممكن بيكون في شغله، لكن في النهايه بيجي يتخانقوا مع بعض والعيال بتضيع في النص. حلها؟ لا، الحل مثلا هو ممكن يكون جاي متضايق، فبدل ما يتخانق مثلا مع واحد غريب او اي حاجه، ممكن يحط همه في مراته، فمراته لازم تستحمله. يعني جاي من شغله مثلا متضايق ومتنرفز وزهقان، قول لها حل تعمل ايه؟ فانا اقول لها حل، يعني انت لازم تتقبليه بصدر رحب وتضحكي في وشه بس. او ممكن انا اسيبه وامشي. يعني مثلا ممكن اقول له طب اجيب لك لقمه، طيب برضه العقل هنا كده، طب اعمل لك كوبايه شاي، طب اهدى، طب خد، العقل كده. بتغني في افراح كتير وبيبقوا سعداء ومبسوطين ولا حصلت خلافات كتير في افراح؟ لا قدامي لا، ما فيش. قدامك لا؟ ما انت نجم كبير، مش هيحصل قدامك ده. ما فيش خلافات لا. احلى اغنيه فرح ممكن تهدي بيها بقى مشاكل الزوجيه، ممكن تغني ايه؟ اقول لهم الجو هادي خالص. الاغنيه اسمها كده؟ طب ما نسمع حد. بقول الجو هادي خالص والدنيا هس وانا وانت يا حبيب يا حبيب، ونجوم الليل وباس، لا في عزل ما بينا ولا خلق غيره منا، والكل نام وننا ما فضلش انا وانت بس. الجو هادي خالص والدنيا هس وانا وانت يا حبيبي، ونجوم الليل وبس، وانا وانت يا حبيبي ونجوم الليل وبس. انا مستغربه ان انت بتغني حاجات كلها فيها هدوء ورومانسيه، وعارفه ان انت حاولت تسيب الدويقه او تسكن في حته تانية وما قدرتش ورجعت جري رغم دوشه الدويقه. يعني ايه المشكله؟ انا شعبي قوي، بحب انزل الاقي اللمه والاقي الناس والدوشة اللي هتكلم معاهم، لكن وانا طالع يعني لو واحد قابلني صباح الخير ما اسمعوش خالص. فقلت لا، الساعه 1 بالليل تبص كده ما فيش حاجه، لكن لا انا عايز خالة ام فلان وعم ابو فلان والحاج فلان. يعني الصوره دول انت ما تسكنش جنبهم؟ لا 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 زهقوك دول؟ لا لا ليه؟ يعملوا ايه دول؟ انا احب الشعب جدا، لان انا اساسا مولود في منطقه شعبيه. بس بتوع مصر الجديده كده هيزعلوا، انت حاولت تسكن جنبهم عشان كده هم زعلانين في الصور اللي في الاستوديو. كل واحد في بني ادم غاوي الهدوء وغاوي، لكن احنا ناس شعبيين كل واحد له طبع. انا واخد على السهر، واخد على المرح، واخد على الضحك، واخد على الفرفشه، ما خدتش على الخنقه. ما ينفعش. بس الخصوصيه. اسالك سؤال؟ اسالني يلا. انت لما بتيجي تاكلي والعائله موجوده، مش نفسك بتتفتح؟ طبعا. لكن لو كلت لوحدك ما اعرفش، لا كل لوحدي صح. بس اللمه يعني خلصت. فانت في اللمه خلصت. مش ده الصح؟ لا ده صح جدا. طيب انت وشعبان عبد الرحيم اصحاب؟ شعبان اخ منه ولا اخ اصحاب؟ لا اخ بمعنى الاخ يعني. انت اقدم من شعبان مش كده؟ بكتير. لكن بتحسوا ان انتوا لون كده يعني، شعبان سكتكم قريبه من بعض؟ شعبان يعتبر يعني ايه حته فاكهه كده زي شكوكو، زي مش واخد تيمه وبتاعته. حسن الاسمر وسعد الصغير ايه؟ وحسن لا سعد حته بونبونايه كده بيفرح الناس، لكن الغنى ده موضوع تاني، سكه تانية. يعني غنى سعد طبعاً. مش مدرستك؟ لا 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 مدرستي ايه؟ سعد بس احنا عايزين مبدئيا كده ربنا يشفيه وربنا يزيح عنه
وربنا يقوم له عياله بالسلامه، وربنا يخليه لاهله ويبعد عنه ولاد الحرام. طب والعو، سمعت العو؟ مين العو ده؟ العو ده مكسر الدنيا العو. مين ما سمعتش دياب؟ سمعت دياب؟ دياب مين؟ دياب اللي بيغني. بيقول ايه يعني؟ بيقول العو عو. لا ما سمعتش. ما سمعتوش؟ لا لا. وغمازات، ما سمعتش غمازات؟ لا طب ده جميل حلو. ما سمعتش الكلام ده؟ لا بسمعه. مش بقى في شعبي بس على مصر الجديدة كده، او يعني على الدقي والزمالك يعني انت شعبي عارفين ان انت كله، بس بقى في شعبي بنفسك برضه. اما تحب تقولي لي يعني تسمع مين؟ اقول لك الاستاذ علي الحجار، الاستاذ محمد الحلو، طبعا ده صابر الرباعي، الفنانه اصاله، الفنانه غاده رجب، امل ماهر، الناس اللي هي بتغني دي. يعني انت العو الكلام ده يضايقك في الغنى؟ انا ما سمعتش العو دي ولا غمازات. يعني انت مثلا بتخوف عيل بتقول له عو بقف على السلم. ما سمعتش خرونج ابو الليف؟ ابو الليف سمعته. ينافسك ابو الليف؟ لا ما ينافسنيش، ده سكه تانية. يعجبك الاتجاه اللي طالع ده؟ يعني ابو الليف ايه بقى بيغني دلوقتي في لبنان؟ طول ما انت عايشه في الدنيا ما هتشوفي. بس بتعزموا في حفلات جامده، ممكن ياكلوا منك الجو. لا ما فيش حد ياكل الجو ولا حاجه، اصل كل واحد معروف وكل واحد ليه اسمه، واحنا بلدنا بتفهم قوي اللي بيغني من اللي ما بيغنيش. لما يتحط ده شعبي وده شعبي. لا لان احنا بلد السمع، لا ده ما يعتبرش شعبي. ما امال ده ايه؟ هقول لك على حاجه. ابو الليف يمكن اول مره اشوفه في اسكندريه، كنتش واخد بالي منه، او مثلا في النقابه ما كنتش برضه واخد بالي، نقابه الموسيقيين. لكن هو قديم قوي. يعني عمل مثلا حاجه اسمها الاراجوز، اول ما طلع انا سمعتها منه. تفتكر شهرته وقوته جات من شاعر كبير زي ايمن بهجت قمر؟ هو الفكره ايمن بهجت، ده الفكره، وحاجه علقت مع الناس، الدقن والشوال والحاجه، وحاجه جديده. انت عامل قصه اهو، ضارب جو جامد يعني. حاجه جديده، حاجه. عبد الباسط ايه بقى؟ لا عبد الباسط ده الناس تعرفه. انا ما اتكلمش عن نفسي، الناس اللي بتحكم. حاسس نفسك فين في الصوره اللي انا بتكلم عليها دي؟ مكانك فين؟ سكتي سكه تانية خالص. سكه تانية، بعيد قوي، بعيد بمراحل. طب خلاص طلعتنا بره الاستوديو، والله العظيم بحطك معاهم. بمراحل المراحل خالص. انا عجبني قوي ابني وحبيبي طارق الشيخ. ده انا متنبأ له خير ان شاء الله، لان ده ابني وحبيبي هيعمل حاجه حلوه. لا عمل وبيغني وانسان جميل وحلو وفاهم هو بيقول ايه، وما بيغنيش الا احسن الكلمات. يعني انت تحب تغني احسن الكلمات. انا سمعت ان بليغ حمدي لحن، والموجي وسيد مكاوي. امال ايه؟ انت قديم قوي. من قبل ما ابقى مذيع انا كده. السبعينات. كنت لسه في المدرسه. كان لسه اللي يخش التلفزيون ده يبقى دخل التاريخ من اسعد الابواب. كنا زمان بنقول على احمد عدويه انه شعبي وما ينفعش يدخل التلفزيون. دلوقتي يعني احمد عدويه لا بنقول يا ريت الناس تختار الكلمات الجميله دي. احمد عمل مدرسه. احمد كفنان عمل مدرسه، لان احمد اخ ليا وعزيز ده الشعبي اللي انت تعترف بيه. ده ما هو معايا احمد. انما اي حاجه تانية لا. لا احمد اليوم باليوم. اختم لي بقى الحته دي علشان نروح على حاجه تانية. تيجي نروح المستقبل. نروح للمستقبل، اي مستقبل مفتوح. غني كده على بال ما ينقلوني للمستقبل. يلا قول، هتقول ايه للمستقبل؟ انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت، فجأة كبرت، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. ليه يا مرايتي، قوليلي حكايتي، قوليلي يا مرايتي، قوليلي حكايتي، كنتش دي نهايتي واخر قصتي. انا مش عارفني، انا تهت من، انا مش انا، لا دي ملامح ولا شكل ولا ده انا ولا ده انا.
الله. في المستقبل الافراح اتغيرت، ما بقاش فيه طرب شعبي لانه ما بقاش فيه احياء شعبيه، الناس كلها بقت عايشه بمستوى واحد، وكل الافراح بقت تتعمل فيها بقى حاجات، يعني انا بتكلم على 2080. هيبقى فيه نقوط في شوارع الجو. ده ممكن بقى ايه يعملوا فيزا كارت من بره وعلى الشاشه اللي بينقط من بره يشتغل. مين بقى اللي هيخطب مين الاول؟ العريس اللي هيتقدم ولا العروسه هي اللي هتخطب ولا ايه؟ الموبايل. الموبايل. الزغاريت هتبقى عامله ازاي؟ برضه في العروسه الموبايل بقى والزفه في الموبايل برضه. طب انا دلوقتي في فرح في القمر، ومطلوب منك انت دلوقتي، قالوا لك انت عبد الباسط راجل شعبي قديم جميل، اختار معاك 2 يحيوا الفرح فوق. مين يطلع معاك القمر ويستاهل يغني في شوارع القمر؟ شعبي طبعا. اخد معايا ابني طارق الشيخ، واخد معايا أصالة. أصالة. ممكن تقول لي زي ما انا سألتك كده كل الأسئلة دي، انت هتوجه للكاميرا مشكلة وانت عبد الباسط حمودة هتقول حلها. ايه اللي هتقوله وهتطلب من مين يحلها؟ مشكلتي ما بحبش الكلام الوحش، بحب الكلام الجميل اللي الناس تسمعه، اللي الناس يخش دماغها وتسمعها مرة واثنين وثلاثة. أما الكلام الوحش أنا ما أحبوش. حافظ حاجة لعمرو؟ لا، لأنه هو أولا مبدئيا كده اسم أبوه على اسمي. إيه اسم عمرو إيه؟ عمرو عبد الباسط. أمال إيه؟ وعمرو إيه ده عمرو مش عمرو دياب على طول؟ لا عمرو بصي اسمه عمرو عبد الباسط دياب. مش أول مرة أعرف. لا اسمه كده، وخلي بالك إن عمرو برضه تعب معانا في الهرم. عمرو كان بيغني إيه لما كان معاك؟ عمرو كان بيغني برضه إيه كده ميال. لا كان لسه ما عملش حاجه، ما كانش وصل لميال. كان في الهرم لسه معانا، كان بيغني في الهرم لسه ما عملش حاجه. اصل عمرو من دور يعني فاهم. عمرو من دور؟ امال ايه؟ عمرو دياب من سنة؟ امال ايه؟ يعني صغير وعدويه معانا. بص هفهمك شكله صغير. هو انت القصه مصغراك النهارده بصراحه. قصه. وإيهاب توفيق برضه كان معانا، محمد فؤاد كان معانا. محمد فؤاد كان اساليه كده وهو طالب، كنت طالع اغني في فرح كده في عين شمس، كان ساكن في عين شمس، يفتح الشباك يقول لي انا بسمع يقول لي اسمعني، اسمهم مطلعين عليا في عين شمس. انت؟ انت لا قول لي بيقولوا عليك ايه؟ يعني مثلا يقول لك سلام للوحش، سلام لحكم دار الاغنيه الشعبيه، حاجات كتير زي العندليب بالظبط.